شمس الدين الطالبي، لاعب كرة القدم الصاعد في نادي كلوب بروج البلجيكي، اتخذ قراراً مهماً بتمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلاً من المنتخب البلجيكي. هذا الاختيار أحدث ردود فعل متفاوتة في الأوساط الرياضية البلجيكية، حيث عبر العديد من المهتمين عن خيبة أملهم من خسارة لاعب نشأ وترعرع في بلجيكا. الطالبي، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، ولد لأب مغربي وأم بلجيكية، وقد مر عبر الفئات العمرية للمنتخب البلجيكي قبل أن يختار تمثيل المغرب. وقد أوضح هذا القرار من خلال تأكيده على ارتباطه القوي ببلده الأصلي وعائلته. تألق الطالبي مع ناديه في دوري أبطال أوروبا كان لافه، حيث سجل هدفين في مباراة إقصائية، ليصبح رابع أصغر لاعب في تاريخ البطولة يحقق هذا الإنجاز، بعد كيليان مبابي، إيرلينغ هالاند، ونيكولو زانيولو. اختيار الطالبي للمنتخب المغربي يعتبر جزءاً من توجه متزايد للاعبين مزدوجي الجنسية الذين يواجهون قراراً صعباً بين تمثيل البلد الذي نشأوا فيه أو البلد الذي تعود أصولهم إليه. هذا القرار يعزز من قوة المنتخب المغربي، ويظهر الإقبال المتزايد على مشروع الاتحاد المغربي لكرة القدم من قبل اللاعبين الشباب ذوي الإمكانيات العالية. لا تنسى الاشتراك وإلى اللقاء.